السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. في البداية حابب أقول لكم إن في شوية تغييرات بتحصل في القناة الحالية، إن شاء الله يكون للأحسن. قولوا لي لو في أي اقتراحات أو أفكار جديدة، وخلونا نشوف تأثير مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026 على تصنيف المنتخبات. بالتأكيد مباراة منتظرة وقوية، فالمنتخبين متواجدين في المجموعة الثالثة بجانب هايتي واسكتلندا، وتعتبر المباراة الافتتاحية للمجموعة ديت. وأهم وأقوى ملحوظة في هذه المباراة إن البرازيل في المركز السادس عالميا والمنتخب المغربي في المركز الثامن عالميا، يعني فرق مركزين فقط ما بين المنتخبين، وبالتالي هتكون مباراة مهمة جدا ومؤثرة في التصنيف، وخاصة إن كلا المنتخبين من بين أفضل 10 منتخبات حاليا على مستوى العالم. والاحتمالات الثلاثة لهذه المواجهة وتأثيرها على التصنيف كالتالي: الاحتمال الأول في حال فوز البرازيل، فهتضيف لرصيدها ما يقارب 25 نقطة، وهو نفس العدد اللي هيتخصم من المنتخب المغربي، وبالتالي في الحالة ديت منتخب البرازيل هيكون في المركز الخامس، والمنتخب المغربي هيتراجع للمركز التاسع. بينما في حال التعادل فمش هيكون في تغيير كبير، ما يقارب الربع نقطة هيتخصم من البرازيل وهيضاف لرصيد المنتخب المغربي، وبالتالي فكلا المنتخبين هيكونوا في نفس مراكزهم. أما في حالة فوز المنتخب المغربي فهيتخصم من البرازيل 25 نقطة، وهو نفس الرصيد اللي هيتضاف على رصيد المنتخب المغربي 25 نقطة تقريبا. واللي في الحالة ديت فالمنتخب البرازيل هيتراجع للمركز الثامن، بينما المنتخب المغربي هيكون في المركز الخامس. وبالتالي مواجهة قوية ومؤثرة جدا على كافة الأصعدة سواء في المجموعة أو في التصنيف. قولوا لي إيه رأيكم وتوقعاتكم لهذه المواجهة القوية. مستني رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات، وشكرا للمتابعة وسلام.